كابوس نووي هيزلزل العالم كله. خليني أحكي لك القصة. في 6 مايو الهند ضربت باكستان ب9 غارات جوية استهدفت معسكرات جيش محمد وعسكر طيبة في باكستان وكشمير. الهجوم كان سريع ومرعب، بس باكستان ردت وضربوا مطار جامو وقالوا احنا اسقطنا 5 طيارات هندية، والحدود بقت نار والناس العاديين هم اللي دفعوا الثمن. آلاف سابوا بيوتهم وهربوا. تخيل بقى لو الحرب دي كانت كملت، كان مين اللي هيفوز؟ الهند عندها 1,400,000 جندي، لكن باكستان عندها 650,000 بس. فلوس الهند العسكرية 75 مليار دولار، يعني 7 أضعاف باكستان اللي عندها 10 مليار بس. طيارات الهند 2229 طيارة، لكن باكستان عندها 1399 بس. لكن في الأسلحة النووية الاتنين متساويين تقريبا، كل واحد عنده من 170 ل 180 راس نووي، يعني لو حصل حاجة العالم كله هيتفرتك. ومصادر السلاح الهند بتشتري من روسيا وفرنسا وإسرائيل، وباكستان أغلب أسلحتها من الصين. وفي عملية سندور الهند استخدمت أسلحة متطورة جدا، بس باكستان لعبتها صح وشغلت الطيارات الصينية J-10C وعملت دوشة كبيرة. وفي 10 مايو أمريكا والسعودية والإمارات دخلوا على الخط وقالوا كفاية كده، وأعلنوا وقف إطلاق النار وفتحوا المجال الجوي من تاني. يبقى السؤال الحقيقي، هل السلام هيكمل ولا كل واحد هيستفز التاني لحد ما تقوم الحرب اللي فعلا ممكن تنهي الكوكب؟